قسما بالله هذا اللي حاصل على صلاة المغرب. يا رجل جلست إلينا اليوم الثاني تقول كأنه في واحد ماسك راس المعدة وقاعد يبغى يسحبها، وأنا قاعد استغفر وقاعد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحاط راسي حط رؤوس أصابعي على راس المعدة. الكلام هذا مشيت من الرياض إلين وصلت جدة وأنا قاعد استغفر وقاعد أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما وقفت. والله يا أستاذ إبراهيم إني نازل مع الهدى شفت اللي جاته يعني زي القشعريرة وقاعد يبكي. ايوه والله اني استغفر الله وانا قاعد ابكي بكى لين وصلت البيت عند الوالده وانا مكتوم، ما عاد احس شيء قدامي. صليت ركعتين، ما كثرت، ركعتين بس صليتها، وجلست على فراشي وحطيت راسي على جنب الايمن وقلت وانا قاعد استغفر الله، قاعد استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه، ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما انام اذكر اني انا صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه صلاة 4:30 على اني بصلي لا صوتك قطع يا الحارث. تذكر انه اخر شيء سويته صليت على الرسول، كمل من هنا، كمل، صوتك قطع. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دخلت في النوم وانا قاعد اصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الصيغة الابراهيمية. حلو يا استاذ ابراهيم، نمت وانا موقد جوالي على الساعة 4:30 الفجر على اني بأصحى اصلي صلاة الفجر، صلاة الوتر، وبأجلس على السحر لين ما يذن الفجر واروح اصلي. يا استاذ ابراهيم رقدت، والله ما هي جت 20 دقيقة شفت رؤية في المنام، يعني تفصيل حياتي، تفصيل المشكلة كاملة حاصلة، وفسرت الرؤية طلع انه فيها طلاق. والله يا استاذ ابراهيم بعدها بكم يوم تطلقت الاولى، حاولنا فيها جلسنا جلسة الاخيرة، حاولت ما في فائدة، رميت عليها يمين الطلاق طلقة واحدة. شفت رؤية في المنام، اللهم لك الحمد. بس راحت الايام الين يوم الخميس جيت وانا رايح الدوام ما قدرت اتحمل، شلت عفشي ولبست احرامي طال عمرك ورحت على الحرم، جلست في الملتزم على صلاة الظهر. والله يا ابراهيم اني دخلت يوم قربت على الملتزم جاتني قشعريرة وجاني بكى ما الله به علي. هي 3 دعوات اللي انا دعيتها، 3 دعوات. والله يا ابراهيم اني دخلت بعدها شقيت الصفوف، دخلت على المصلى كأني رايح للمسعى، دخلت صليت الظهر، جاني اتصال انا كنت اتمناه من الله سبحانه وتعالى. يا ابراهيم جلست ابكي بكاء هستيري قدام الخلق اللي في المسجد او اللي في المصلى، كلهم انتبهوا لي يقولون هذا مجنون، هذا في شيء ولا شيء. الله. بعدها اخذت غفوه ابو 10 دقائق، ما والله حتى ما كملت ال10 دقائق الا احد يصحيني يقول لي قوم ترى ربي استجاب دعوتك. لا اله الا الله، ربي استجاب الدعوه. بعدها جلست، رحت خلصت اموري، جلست الى اليوم الثاني في الحرم ما طلعت. طبعا جلست انا استغفر واهلل واكبر واصلي على النبي عليه الصلاه والسلام الساعه 10 بالليل. اللي يعرف مكان السديس وين ما يصلي ولا ائمه في مصلى خلفه المصلى هذا، وانا اخوك خاص بالشؤون الحرمين الموظفين. والله اني دخلت على يمكن تقريبا الساعه 9 بالليل، جلست مددت رجولي، الله يكرم الملائكه والسامعين، وخلاص مديت ظهري على اني بنام. والله ما امداني دخلت في النوم الا يجيني موظف الشؤون يقول لي قوم اصحى لا تنام. طيب الناس حولي نايمين، قال اقول لك اصحى ولا اشوفك نايم، لو شفتك نايم ترى بسلمك لشرطه الحرم. والله يا استاذ ابراهيم جلست اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام الين الساعه 3 الفجر، شلت نفسي وعلى طول دخلت على الملتزم، ما كملت والله حتى 5 دقائق ما كملتها، دعيت دعوتين وطلعت بنفس الشيء اللي انا ابغاه من الله سبحانه وتعالى. رجعت البيت، مشيت الصباح الساعه 8 من الحرم، وصلت البيت صليت صلاه الجمعه، رجعت جلست مع الوالده الله يعطيها الصحه والعافيه الين بعد العشاء، بعدها رجعت حطيت راسي ونمت. صحيت كذلك نفس الطريق الساعه 4 الفجر، جلست صليت الوتر وجلست استغفر، وصليت الفجر ورجعت صليت الفجر وجلست استغفر الين شروق الشمس. رجعت اخذت لي نومه بسيطه وقلت بمسك الخط وبمشي. والله يا ابراهيم من الساعه 11 الى الساعه 4 العصر وانا استغفر وحوقل واصلي على النبي وتاج الذكر والصالحات الباقيات. قسما بالله اتصلت علي الاولى قالت انا ابغى ارجع بيتي اللي انا مطلقها. يا الله، قسما بالله الساعه 4 العصر على اذان صلاه العصر دقت علي قالت انا ابغى ارجع البيت. تبارك الله. هنا انا ايقنت. انا في البدايه كنت ماخذ الاستغفار هذا يعني عشان ما ابغى انام في الخط،
ما ابغى انام في الخط بس، لكن شوف الله فتح لي بها اشياء ما الله بها علي. صح انه يعني انا بسبب الاستغفار هذا ان الله فتح لي شيء انا كنت يعني من سنتين غافل عنه. فالله سبحانه وتعالى فرج همي ويسر امري كله بسبب الاستغفار والحوقله، وخصوصا الصلاه الابراهيميه يا استاذ ابراهيم. والله اني اصلي خصوصا الان، انا خلاص بالنسبه لي انا اخذتها ورد يومي على طول. تبارك الله. شوفنا الان باحسن صحه باحسن عافيه. في البدايه انا كنت من الناس اللي اسمع الاذان يا استاذ ابراهيم اقعد ابكي، ما اقدر اصلي. لا اله الا الله. ما اقدر اصلي والله، ما اقدر اصلي، اسمع صوت الاذان اقعد ابكي. صح اني احس بالندم، احس وتجيني بكيه، لكن ما اقدر اصلي. المسجد هذا ما تكلمنا عن الموضوع هذا قبل كذا، انه في ناس زي كذا. ايوه، وتكلمنا عن الموضوع وجاتنا قصص كذا. اسلم. جلست فتره على الشيء هذا خصوصا. طبعا انا ملتزم تقريبا من سنتين وحاجه وجاي ان شاء الله. ما كنت يعني اصلي نهائيا. يوم من الايام وانا ماسك الخط يا استاذ ابراهيم جالس مع نفسي كذا، انا ايش اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى؟ الله خالقني باحسن صوره، معطيني الصحه والعافيه، رازقني بدال السياره سيارتين، رازقني بدال البيت بيتين، رازقني بالذريه وعيالي من افضل ما يكون، اللهم لك الحمد. لا من هداوه، لا من ذكاء، لا من ادب، لا من احترام. كذلك الله رازقني بزوجتين كل واحده افضل من الثانيه. ما شاء الله تبارك. ايش اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى؟ الله عدو لي؟ لا، ما هو عدو لي. انا عدو لله. انا اقول عنه انا عدو لله سبحانه وتعالى، انه انا مقصر في حق الله سبحانه وتعالى. من ذاك اليوم اخذت عهد على نفسي انه انا اصلي ولا اترك فرض ثاني مره، وبالفعل وصلت بيتي يمكن تقريبا الساعه 3 الفجر. والله يا استاذ ابراهيم دخلت على طول، تروشت، رجعت صليت لي ركعتين، دخلت في نوبه بكاء الحرمه عندي. تقول لي انت فيك شيء؟ متوفي عندك احد؟ صاير لك شيء؟ قلت له لا. قسما بالله من بعدها بديت انا وياها نصوم يوم ونفطر يوم، خصوصا هي الثانيه، نفطر يوم ونصوم يوم ونصلي صلاه الوتر مع بعض، ونصلي وانا في الدوام ادق عليها اقول لها يلا قومي صلي صلاه شو اسمه الضحى. استمرينا على الشيء هذا يا استاذ ابراهيم فتره، قسما بالله المشاكل والامور اللي انا فيها انحلت 180 درجه. لا اله الا الله. خصوصا الاولى بعد ما عرفت انه انا تزوجت عليها قامت مشاكل، وانت عارف خصوصا الحريم في الشيء هذا. والله يا استاذ ابراهيم قومت وقعدت الدنيا. تخيل وانا جالس على الصلاه الابراهيميه، او اني جالس خصوصا او في البدايه انا كنت جالس على تاج الذكر. والله يا استاذ ابراهيم اني شفت في شيء ما الله به عليم. والله وصلنا الى اخر جلسه خلاص. تخيل القاضي يحاول فيها، يحاول يا بنتي ترين الشيء هذا صح وهذا غلط، وهذا زوجك ولا زال زوجك متمسك فيك، وهذا شرع الله. قالت والله اني ما ابغاه بريحه، واني كرهته، واني سويت، واني فعلت و من الكلام هذا. وانا بس جالس حتى في الجلسه، ووقت دخلنا اذا من سكان المدينه المنوره بيعرف الجمعيه حقت الصلح اللي في ممشى الهجره. والله اني جالس مع المصلح يحسبني اني قاعد اقول يعني تمتمه، او قاعد اقول شعوذه، وانا في نفسي قاعد اقرا سوره الشرح. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والله إني قاعد أرددها ترديد. آخر شيء سألني يقول لي يوم طلعت هي يقول لي أنت إيش قاعد تتمتم فيه؟ قلت والله إني ما قاعد أتمتم، إني قاعد أقرأ قرآن. وبالفعل في آخر جلسة تم الصلح بيني وبينها وانتهينا على شروط. والله حتى الشروط اللي هي شرطتها ما فيها شرط يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولا في شيء يكسر ظهري. فعشان كذا أنا أقول لك شوف الاستغفار، الصلاة الإبراهيمية مهما كان، وأنا ما بيني وبين الله خبيئة. أنا أقول لك، أنا اللي أقول لك إنه الوالدة مثلا طلبت ريال أحولها 10، طلبت 100 أحولها 500، طلبت 500 أحولها 1000، يعني ما أقصر معاها شيء. صح إنه في الأوان الأخير جلست معاه خصوصا بعد المشاكل الفترة الأخيرة في شهر 4. والله تقول لي يا أبو سعود أنت تحبب، أنت تتعاطى، أنت فيك شيء. والله هذا اللي حاصل، لأنه أنا جلست مع شخص وجالس نسولف في الزواج وما الزواج والأمور والحياة الزوجية. يا إبراهيم طلعت من عنده وأنا أحس بكتمة وأحس بتعب. بعدها بدت معايا وأنا مستمر، بدت معايا المشاكل.
جلست بعدها مسكت اخذت من اثره يا استاذ ابراهيم كذا قدام عينه، والله انه شرب من البيبسي وحنا في المطعم، اخذت البيبسي وشربت منه، والله ربع ساعه ما عديناها، يا الضيق والنفس والتعب اللي فيني كله راح كذا قدام عينه. فانا اقول لك، انا اوصي او انصح نفسي وانصح اللي يسمعوني الاستغفار والصلاه على النبي. ترى وقت السحر هذا ما حد يقوم الا الموفق، اللي الله كاتب له التوفيق بيقوم بالشيء هذا. الله عليك. ترى انا وانت وغيرنا كلنا مقصرين، ما في احد يقول لك انا مرتفع ولا انا قريب من الله سبحانه وتعالى. ممكن اللي ما يصلي ومقصر في العبادات عند الله سبحانه وتعالى يكون اقرب مني ومنك عند الله سبحانه. صح. ما تدري. يعني ما شاء الله عليك. لما رجعت للصلاة عجبني الكلام، لما انت تقول رجعت للصلاة في لحظة محاسبة النفس، قاعد اسأل نفسي أسئلة، وهذه الأسئلة هي اللي بعد الله فتحت لي باب اني ارجع للصلاة. والله هذا العلم يا استاذ ابراهيم، لاني انا كنت اسمع، وانا خصوصا انا من سكان المدينه المنوره، واللي يعرف انا كنت اشتغل في النقل الجماعي، كنت اجي من منطقه عملي الى المدينه المنوره عند الحرمه الاولى، فاخذ معي ركاب وارجع. واللي يعرف النقل الجماعي قريب الحرم، اللي يعرف ان الان النقل ذا قريب الحرم، والله اني اسمع الاذان بس ما اقدر اروح، والشباب يصلون حولي ما اقدر اروح اصلي، لانه في شيء يمسكني عن الصلاه، خصوصا الصلاه. ما اقدر اذا صليت، والله يا استاذ ابراهيم اذا صليت اني انا اضيع اول حاجه، ما ادري انا في الركعه الاولى في الركعه الثانيه هل انا سجدت سجدتين ولا سجده واحده، هل انا قريت وتميت الصلاه باكمل وجه ولا لا. لما حطيت يدك على راس المعده قلت حسبي الله ونعم الوكيل، ايش قلت بالضبط؟ الاذكار، الحرز، الاستغفار؟ ولا قلت شيء. الشيء اللي انا اقول حطيت يدي على راس المعده، اقول حسبي الله على من اذاني في جسدي سحرا ماكولا او مشروبا او مشموما. والله يا استاذ ابراهيم انا جلست اكرر، تقول كانك مدخل يدك في راس المعده وقاعد تسحبها على برا. لا اله الا الله. والحين الحمد لله حياتك ان شاء الله مستقره. لا الحمد لله، والله يا استاذ ابراهيم حتى نفسيتي تغيرت 180 درجه. ما شاء الله تبارك الله. النفسيه تغيرت، الحياه تبارك الله. انا من اول كنت على اي حاجه ازعل، اي حاجه انفس فيها. اول شيء الغازات كانت معايا باستمرار، الحرقان كان معايا باستمرار. الان لي يمكن تقريبا حول 3 أسابيع مرتاح من الشيء هذا نهائيا. والله يا استاذ ابراهيم انا لو كنت مويه بس اشربه الله يكرمك اليوم كامل على الحمام. لا اله الا الله. كرمت. ارتحت الان منه 180 درجه، اللهم لك الحمد. تبارك الله. طيب الزواج من 2 أو 3 أو 4، ايش رايك؟ افضل الواحد يوحد ولا يعدد؟ والله شوف، عندك القدره الماديه نبغى نسوي والجنسيه. لا شوف صلي على النبي من جد، انا اتكلم جد. عندك القدره الماليه والجنسيه تزوج، الجسديه، ما عندك الاستطاعه لا تتزوج. انا اقول لك لا تتزوج، نصيحه لوجه الله. لانه شوف انا كلنا يا رجال جنسنا واحد والحريم جنسهم واحد وطبعهم واحد. انا شوف انا جلست فتره يا استاذ ابراهيم، فلانه قالت طيب انا وش دخلني بينكم؟ تصافوا حريم، اقابل بينكم وتضاربوا، انا مالي صلاح. تبغون تتضاربون، تبغون تتقابلون تقابلوا، لكن انا ادخل عندك البيت اسمع والله فلانه قالت، لا الشيء هذا مو عندي. طيب انا دخلت عندك، هل تقدر تجمعهم مع بعض في نفس المكان ولا مفرقهم؟ انت تعرف من يوم طلعت الصوت والنغمه هذه عرفت السالفه، بس خلاص وصلت. انت نصيحة عبرت اكثر من الكلام الحركه هذه. والله العظيم انا وهم بعيدين انا ما سلمت. شفت ذاك اللي يقول اخذت التنهيد هذيك اللي من وراها الم، هذه زي كذا. عندنا وعندك خير تقول. الله يسعدك الحارث يا حبيب اخوك، يعني استمتعنا معك بالقسط الجميل هذا. وتبغانا ننزل قسطك في العام؟ لا ماني مخطط، لا حد يقول مخطط، ماني مخطط ولا شيء. لا ما عندك مشكلة، امورك طيبة والله يكتب لي لنا ولك فيها الخير. آمين. بس بعد البث الله يسعدك ابغاك في موضوع ضروري اذا ما عليك ابشر تامر، لان الموضوع فيه اجر بعد الله سبحانه وتعالى بيني وبينك. طيب خليه على اخر سنابه، ارسل لي في السناب على اخر سنابه، ممكن هنا ما انتبه، على اخر سنابه نزلت على اخر صوره. ابشر خلاص. قصة في العام نحطها لك صح؟
ما عندك مشكله، سوي اللي تبغاه. الله يسعدك. ما عندك مشكله. ترى فاتحين في جاكو، اللي يقول جاكو ما جاء فاتحين. شكرا يا الحارث، الله يجبر بخاطرك وييسر امرك ويفرحك في اولادك وفي ذريتك وفي زوجاتك ويعطيك الين يرضيك يا رب. ترى باقي انا والله شوف، انا لحد الان لا زلت مستمر في الشيء هذا، وترى انا عندي امنيتين بس اللي لو تحققت يا استاذ ابراهيم، انا اقول لك مستمر، بس لو تحققت يا رجل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اني لا اسوي شيء لا صار ولا استوى على في حياتي كلها. شوف على مدار 30 سنه انه ما صار ولا استوى. يا سلام. لكن انا اتمنى الامنيه هذه من الله سبحانه وتعالى يا رب. شوف يا رب. انا يعطينا لين يرضينا يا رب. من قوه الفرحه والله يا استاذ ابراهيم يوم دقت علي بس وصلت المكان اللي انا ابغاه على طول. ما امدح نفسي، لكن الشيء هذا شوف هي صدقه ترفع عنك شيء. سلام. الله الرسول عليه الصلاه والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقه. والله يا استاذ ابراهيم ان اول حاجه جات في بالي اول ما اتصلت الثاني قلت على طول لازم اروح واتصدق لوجه الله بسبب الشيء هذا. لا بسبب اللي الله حطني فيه. وبالفعل رحت واخرجت اللي من خاطري لله سبحانه وتعالى. رجعت المشاكل اللي اول كلها ابوها والصياح كانت تتصل علي بصياح بصوت برفعه صوت. أيوة. الان استاذ ابراهيم والله ما تقول كانها زوجتي الاولى، لا اله الا الله، ما تقول كانها انسانه ثانيه. تبارك الله. شفتوا كيف؟ وكمان الواحد يحصن نفسه واذكاره، الحرز يستمر على ما انت عليه، الرقيه حتى هم كمان. شوف سبحان الله، لما انت قلت اتمنى اصلي ماني قادر اسمع الاذان ابكي، واضح مو طبيعي. زوجاتك واضح انهم بدأوا يرجعون، كان الوضع مو طبيعي واضح كذا والله اعلم. لكن شوف ما شاء الله لما رجعت للقران، للرقيه، للدعاء، للاذكار، للاستغفار، للصلاه على الرسول، للحرز، حمايه وحفظ لك بعد الله. شوف هذه النتائج الأسطورية. تبارك الله. الله يمتعك بالصحة والعافية يا حبيبي. الله يمتعك بالصحة والعافية يا الحارث ويجبر بخاطرك وين ما كنت. وياك يا حبيبي، أسأل الله أن يسعدنا وإياك سعادة الدارين، وأسأل الله أن يفرج همي وهمك وهم من يسمع. آمين يا رب. أسأل الله أن يسعدنا وإياك سعادة الدارين. آمين. أسأل الله أن يفتحها في وجهك ويسر أمرك ويفرج همك ومن يسمع يا رب. يا رب. أسأل الله أن يزوجك بوحدة شبه أستاذ إبراهيم. الله يزوجك بوحدة شبهي. تمام، أنا ما جبتك طيب عشان أقول آمين. دامك اسمع، دامك ناوي على واحده امنيه، عندك امنيه تبغاها تتحقق وما ادري ايش وتبغاها من الله، وعندك حق شكلك تبغى تتزوج كمان يا ابن الذين، الثالثه والرابعه كمان في نفس اليوم. تبارك الله. هدي الهجمه شويه. لا الكومنت كله انت تتكلم في قصه والكومنت كله ليش انا ظلمتني الثاني. ليش سويت؟ شوف الرجل السوي الحارث، في نقطة أنا كنت بتكلم بس ما حبيت أقطعك لين تخلص. في نقطة مهمة أنت قاعد تتكلم واستشفيت منها. الرجل السوي ما يبيع حياته، ما يبيع بيته، ما يبيع، ترى يكون حريص ومتمسك. تبارك الله، هذا هو الرجل السوي. والمرأة السوية تتمسك في بيتها مهما حصل. عندكم واحد من ثلاث، يا إنك تصبر أو تصبرين، يا تصلحين، يا تتفارقون. اما انك ما شاء الله تبارك الله، فعجبتني بصراحه، عجبتني ما شاء الله عليك، يعني متمسك ببيتك ومتمسك باولادك وام اولادك. تبارك الله، فانت رجل سوي بصراحه. الله يسلمك. تبارك الله تبارك الله. شوف الحمد لله، شوف ما امدح نفسي، لكن الثاني والله يا استاذ ابراهيم ظلمتني ظلم، والله ظلمتني ظلم ما يعلم فيه الا الله سبحانه وتعالى. يا رجل حتى ان امها قالت عني كلام انا ما ابغى اقوله هنا، كبرت. انا شفت انا جيت يوم حصلت مشكله بيني وبينها اتصلت على امها واعطيتها الوضع وقلت لها عمه ترين كذا وكذا وكذا واللي حصل، وفهمي بنتك خصوصا انك من حرمه لحرمه تفهم الحرمه. فجت واخذتها من المنطقه اللي انا فيها ونزلت فيها. المهم قالت ترى زوجك يقول راحت شو اسمه لابو بناتها وقالت ترى زوج بنتك يقول. الرجال كبر الموضوع الحرمه سمعت يعني كلام انا ما قلته وصدقت الموضوع كمان. كذلك راحت قالت في اخت زوجتي انه والله الرجال يسبك والرجال يفعل والرجال يترك. تواصلت معي اختها، قلت لها خلاص انا ما عندي مشكله، نروح انا وزوجك للشرطه وانا مستعده اسلم جوالي، لكن اذا طلع الكلام هذا غير صحيح ترين انا باخذ حقي من امك. قالت لا انت كذا بتخرب بيتي. اول كلمه قالتها تتواصل مع زوجي ما راح يتواصل معك لانه انت بتخرب بيتي بالشيء هذا، لان عرفت ان امها كذابه وان امها غلطانه. حاولت والله ما خليت يا شيخ جمعيه اصلاح في المملكه الا دخلتها، ابغاهم يصلحون، ما شاء الله مكبرين رؤوسهم. تخيل انه وصلت حتى لشيخ قبيلتنا
انا اقول لك الله وصلت لشيخ قبيلتنا وكلمت، ابغاهم يدخلون صلح بيني وبينها، يدقون على عمي، عمي ما يرد، يدقون على اخوه، قال طيب طيب بكره انا ارد عليكم، والى يومك هذا شوف لنا الان اسبوعين والله ما رد علينا. يا اخي سبحان الله. عشان كذا انا اقول لك الصلح هو ما هو بعيب بين الزوج والزوجه، ولكن هذه الامنيه اللي انا اتمناها من الله سبحانه وتعالى، ان الله يصلحني يا رب، ويصلح بيتي ويصلح لي زوجاتي يا رب، امين، ويألف بين قلوبهم. يا الله تبارك الله. احنا نقول اللهم مثلا اذا تزوجنا نقول اللهم اصلح زوجتي وكذا، انت تقول زوجاتي، تبارك الله. كفو، شكلي بمشي وراك على نفس النهج والخطه. حذف ابراهيم، احذف ابراهيم، حذف بلوك. لا شوف بلوك ذا نخرج كذا كلهم بلوك. انا وانت بالاخير لحالنا بالله. الكومنتات كلهم حريم، اغلب الكومنتات حريم، يا ويلنا بس يا ابراهيم. والله شايف انا اصلا قاعد يتعاطفون مساكين، يتكلمون بالمشاعر. الله يعينك يا انا حارس. استاذن واسال الله ان يسعدنا واياك سعاده الدارين. امين وياك حبيبي مرحبا. وياك يا حبيبي، اسال الله ان يسعدنا واياك سعاده الدارين يا حبيبي. هلا ابوي هلا.